بفتح بقى بسمع مجموعه من الشباب هيعملوا ائتلاف، لا مجموعه الثوره دي كانت مليون ملايين، ما هو معلش يعني. كلمك بصراحه انا خايف من حاجه، انه مجموعه من الشباب قعدوا مع القوات المسلحه، مجموعه تانيين الله اشمعنى ما احنا كنا برضو في اشمعنى ده ائتلاف عايزين نقعد مع القوات المسلحه، مجموعه ثالثه طب وليه ليه لا احنا كمان ائتلاف يلا نأتلف ونقعد مع القوات المسلحه، قالوا احنا الائتلاف، مين قال ان دول الائتلاف؟ لا احنا بقى الائتلاف عايزين نقعد معاكم، فهنقعد ونقعد ونقعد ونفضل نقعد ونقعد ونقعد، وفي النهايه انا يعني طب خلينا ما نظلمش برضو الناس، خلينا هنكلم هذه بعض من هذه الائتلافات، هنبقى على صله بيها، هنكلمهم بالتليفون وهنتواصل معاهم ونعرف وجهه نظرهم ايه بس في موضوع الائتلافات المتعدده اللي عماله تطلع كل يوم على الساحه. وهل اصلا انا بفكر انه ربما تكون هذه الائتلافات نواه لحزب قادم، يعني لما يبدا تكوين الاحزاب. الرساله بتاعتي ما وصلتش، هي الناس دي مش كانت في ميدان التحرير؟ الناس دي مش كانت مؤتلفة؟ يعني احنا لما كنا في ميدان التحرير كانت الناس بتهتف هتاف واحد وكان الناس ليها اهداف واحده. الناس اللي كانت في ميدان التحرير دي مش ده ائتلاف ليه هدف؟ الناس دي مش يعني ليه مش عامله ائتلاف واحد موحد في المرحله دي؟ يعني هي دي الفكره. عده ائتلافات ليه دلوقتي الناس دي بتتفتت، كل واحد طالع مع نفسه يقول لك انا ائتلاف كذا وانا ائتلاف كذا. لما هم دخلوا عملوا الثوره ونجحوها، هل دخلوا على انهم 15 مارس و17 ابريل و18، ولا الناس دي دخلت من منطلق انه شباب الثوره؟ هو ده السؤال. عشان كده الثوره دي نجحت. هل دخل الاخوان المسلمين لوحدهم ومجموعه البرادعي لوحدها، ولا الناس دي دخلت متكامله عشان تعمل حاجه معينه؟ طيب طبعا. ليه النهارده في وسط الطريق كده الناس دي كل واحد خارج بيقول حاجه شكل بما ممكن يأثر على البلد؟ أنا كراجل مواطن يقلقني ده دلوقتي، لأنه دي مش مرحلة تقسيم الغنايم. زائد إنه في وسط ده تكتشفي تسمعي حاجات كتير جدا. تسمعي مثلا إنه في مجموعة من الحزب الوطني قرروا إن هم يعملوا ائتلاف اسمه 25 يناير، رغم إن هم من الحزب الوطني. هو كده. إيه يناير ده بتاع يناير؟ في يناير ده ما هو بتاعنا كلنا. هو أنا مش يناير؟ أنا ما عداش عليا يناير؟ ما أنا برضو يناير. لو هم بيعلنوا انهم من شباب الحزب الوطني. طلع أسامة او الغزالي، لا الغزالي الصغير بقى، شادي الغزالي حرب، قال باختصار شديد انه دول مجموعه من الحزب الوطني ويلحقوا بيعملوا كذا. يبقى اذا احنا دلوقتي في مرحله هتلاقي انه كل حد هيروح يعمل ائتلاف. هل ده الصح دلوقتي؟ هل ده الطبيعي؟ هل دي طبيعة الأشياء؟ يعني أنا بس بعبر عن حاجة أو عن مخاوفي في المسألة.